وقف شوي، لأنه الرسالة اللي جايتك اليوم مو صدفة أبدا. إذا في شخص بحياتك صار هيك بشكل مفاجئ يرجع يفكر فيك أكتر من قبل، وإذا حسيت إنه طاقته تجاهك تغيرت بعد ما سحبت حالك وحطيت حدودك في هيدي القراءة إلك. في حدا عم بيراجع كل شي صار بينك وبينه، ولأول مرة عم بيكتشف قد إيه غيابك عمل فرق بحياته. شوف للنهاية، لأنه في رسالة مهمة عن كيف عم بفكر فيك هيدا الشخص، وإذا فعلا هيدي المرة هو ناوي يرجع بخطوات جدية. لحتى تثبت طاقتك بالقراءة اكتب بالتعليقات استرجعت قوتي. خلونا نشوف مع بعض شو الشيء اللي خلى هيدا الشخص يحس انه في شيء تغير، وشو اول اشارة خلته ينتبه انك مو مثل قبل. ركز طاقتك بالاوراق، فكر بشخص كتير منيح، قول اسمه 3 مرات ونقول مرتين على الشاشة. في حدا عم بيلاحظ ومنتبه انك صرت باردة شوي ومنعزل عنه اكتر من قبل، وحاسس إنك عم تبعد وما عاد عم تعطيه نفس الاهتمام والطاقة يلي كنت تعطيها سابقا. يمكن هيدا الشخص تعود على وجودك واهتمامك لدرجة إنه صار يعتبره شي مضمون، بس بهاي الفترة الأخيرة لاحظ إنه في شي تغير، وإنك ما عاد عم تعطي نفس المجهود العاطفي مثل قبل. بس بصراحة هيدا الشي مو بالضرورة يكون سلبي أو غلط. أحيانا الابتعاد ما بيكون تجاهل، بيكون حماية للنفس. وأحيانا البرود مو قلة اهتمام، بيكون نتيجة تعب وتراكمات خلتك تعيد ترتيب أولوياتك وتحط حدود أوضح. يمكن للمرة الأولى صرت تختار راحتك النفسية وتحافظ على طاقتك بدل ما تكمل بعلاقة عم تعطيها أكتر ما عم تاخد منها. هيدا الشي بالذات هو يلي خلى هيدا الشخص ينتبه لقيمتك ويحس بالفرق الكبير بين وجودك وبعدك. هلأ خلونا نشوف شو المشاعر اللي تحركت جواه بعد ما حس بغيابك. واضح إنه هيدا التغيير بطريقتك خلى هيدا الشخص يوقف ويفكر فيك أكتر، صار يحس بغيابك وبالفرق الكبير بين وجودك وبعدك. المسافة يلي عملتها والهدوء يلي صار من طرفك حرك جواته مشاعر ما كان منتبه لقبل، وفعل عنده طاقة ملاحقة وركض وراك. صار عنده فضول يعرف شو اللي تغير وليش صرت هيك، وبلش يحاول يلفت انتباهك أو يلاقي طريقة حتى يرجع يقرب منك من جديد. ممكن يكون هيدا الشخص كان معتبر وجودك شي مضمون، بس لما حس انك انسحبت شوي شوي وصرت متحفظ أكتر بلش يقدر قيمتك ويحس انه ما بده يخسرك. أحيانا لما الإنسان بيختار انه يحط حدود واضحة ويحافظ على طاقته، الطرف الثاني ببلش يشوفه بطريقة مختلفة، وكمان بصير عنده رغبة أكبر إنه يتقرب منه ويركض وراه. يعني برودك وابتعادك بهاي الفترة مو دليل إنك خسرته، بالعكس ممكن يكون السبب يلي خلاه يشتاق لك أكتر ويفكر فيك بشكل أعمق. طيب شو الصورة الجديدة اللي صار شايفك فيها، وكيف أثرت الحدود يلي حطيتها على نظرته إلك؟ إذا كنتِ بهيدي القصة عم بتمثلي الطاقة الأنثوية، فهيدا الشخص صار شايف إنِك صرتِ أكتر سيطرة على مشاعرك، وعم بتحافظي على حدود عاطفية قوية وواضحة. ما عاد عندِك استعداد تتسامحي مع التصرفات الغلط أو تتقبلي أي كلام أو أفعال ما بتناسبك. أنتِ هلأ عم تختاري حالك وراحتك النفسية قبل أي شي، وما عاد عم تسمحي لحدا يتجاوز حدودك أو ياخد وجودك بحياته كأمر مضمون. هيدا التغيير الكبير بطريقة تعاملك خلى هيدا الشخص ينتبه إنه الأمور ما عادت مثل قبل. صار حاسس إنه إذا بده يكون إله مكان بحياتك لازم يراجع حاله ويعدل تصرفاته ويبرهن بأفعاله قبل كلامه، لأنك وضحتي بشكل مباشر أو غير مباشر إنه الوصول إلك مو شي سهل، وإنه أي حدا بده يقرب منك لازم يكون قد المسؤولية ويحترم حدودك وقيمتك. هيدي الطاقة الجديدة يلي عندك فعلت عنده شعور إنه لازم يبذل مجهود حقيقي ويكون أوضح وأصدق وأكثر التزام، لأنه فهم إنك ما عاد رح تقبلي بنص الحلول أو الوعود الفاضية. ببساطة أنت ما عم تبتعدي كرمال تعقلي حدا، أنت عم بتحطي معايير أعلى لحالك، وعم بتوضحي إنه وجودك بحياة أي شخص هو امتياز، مش شي مضمون أو متاح بأي وقت ومن دون تقدير. خلينا نشوف شو الشيء اللي بلش يندم عليه وشو الأخطاء اللي صار يعترف فيها بصمت. ممكن تكوني بالفترة الماضية حطيتي طاقة مشاعر ووقت أكبر بكتير بهاي العلاقة، وضلتي متمسكة بالأمل إنه هيدا الشخص رح يتغير أو إنه الأمور رح تتطور وتصير أحسن مع الوقت. يمكن كنتي عم تستني منه خطوات أو تصرف أو التزام بيثبتلك إنه هاي العلاقة رايحة بمكان أوضح وأفضل.
بس مع الوقت بلشت تشوفي الواقع مثل ما هو، مو مثل ما كنتي بتتمني يكون. وهون صار التحول الحقيقي، بدل ما تكملي بالاستثمار العاطفي الزايد قررتي توقفي وتراجعي كل شي بعقلانية ومنطق، وصرتي تسألي حالك: هيدي العلاقة فعلا عم تعطيني مثل ما عم أعطي؟ في أفعال حقيقية ولا بس وعود وتوقعات؟ ومن وقت ما بلشت تحطي حدود أوضح وتخففي تعلقك العاطفي، هيدا الشخص لاحظ الفرق فورا. انتبه إنك ما عاد عم تركضي ورا التوضيحات، وما عاد عم تبذلي نفس المجهود أو تنتظري التغيير مثل قبل. غياب هيدي الطاقة يلي كنتي تعطيها بشكل دائم خلاه يحس إنه في شي تغير، وإنك ما عاد عم بتعلقي سعادتك أو قراراتك على تصرفاته. هيدا الشي خلاه يواجه حقيقة إنك ممكن تكملي طريقك وتركزي على نفسك إذا ما شاف منك اهتمام متبادل أو حتى جهد حقيقي. أحيانا لما الإنسان بيوقف مطاردة النتائج وبيتعامل مع الواقع بعقلانية، الطرف الثاني ببلش يشوف قيمة وجوده بحياته بشكل أوضح. هيدا الشي بالضبط هو يلي هيدا الشخص عم بيلاحظه هلأ. خلينا نشوف شو الدرس الحقيقي اللي تعلمه هيدا الشخص بعد ما بطل وجودك مضمون بحياته. انت بهيدي الفترة صرتي عم تحمي طاقتك وتحطي نفسك وراحتك النفسية بالمقام الأول. صرتي تعرفي وين لازم تعطي من وقتك ومشاعرك، وين لازم تحطي حدود واضحة، وما عاد تسمحي لحدا يستنزفك عاطفيا أو ياخد وجودك بحياته كشي مضمون. هيدا التغيير خلاك تبيني بنظر هيدا الشخص أقوى وأغلى قيمة، مو لأنك تغيرتي كشخص، لا، لأنك بطلتي تقدمي كل شي من دون مقابل، وصرتي تعطي اهتمامك ومجهودك للأماكن والأشخاص يلي بتستحقها فعلا. هلأ هيدا الشخص عم بفكر كتير فيك وعم بيسأل حاله: شو اللي تغير؟ ليش فجأة سحبتي حالك وبعدتي؟ وليش ما عاد عم بتلقى منك نفس الاهتمام والطاقة اللي كان متعود عليها؟ مع كل هيدي الأسئلة بلش يراجع تصرفاته معك ويفكر بكل المواقف والأشياء يلي عملها واللي ممكن تكون هي السبب بوصولك لهيدي المرحلة من البرود والانسحاب. صار عم بيدرك إنه تجاهله أو عدم وضوحه أو تصرفاته السابقة كان إلها تأثير أكبر بكتير مما كان متخيل، وعم بيكتشف إنه إغلاقك للباب العاطفي ما إجا فجأة، إنما كان نتيجة تراكمات ومواقف خلتك تختاري حالك وتحمي قلبك. انت ما عم تبتعدي لانك ما عاد تهتمي، بالعكس، انت تعبتي من اعطاء فرص متكررة من دون ما تشوفي تغيير حقيقي. لهيك قررتي تحافظي على طاقتك وتستثمريها بنفسك وبسلامك الداخلي. هيدا الشي خلاه يشوفك بطريقة مختلفة تماما، ويستوعب انه اذا بده يرجع يكون جزء من حياتك لازم يثبت بأفعاله انه تعلم من اخطائه وصار يقدر قيمتك ووجودك فعلا. خلونا نشوف إذا هيدا الشخص عم بفكر بس ولا بلش فعلا يغير سلوكه ونظرته للعلاقة. هيدا الشي اللي عم تعمليه مو تصرف سام أو محاولة للتلاعب أبدا. انت ما عم تعاقبي هيدا الشخص ولا عم تلعبي ألعاب نفسية. كل اللي صار انك يا اما بلشتي تعاملي بنفس الطريقة والطاقة اللي كان عم بيعاملك فيها، او انك قررتي تسترجعي طاقتك وقوتك وتحطيها بالمكان الصح. بعد ما استنزفك الانتظار والتوقعات، فهمتي إنه لازم ترجعي تركزي على حالك وعلى راحتك النفسية وتوقفي عن إعطاء أكتر من اللي بينعطى إلك. هيدا التغيير خلى هيدا الشخص يبلش يفكر فيك بطريقة مختلفة تماما. صار يلاحظ إنك ما عاد عم تقبلي أي تصرف يزعجك، وما عم تتغاضي عن الأمور اللي كانت تزعجك من قبل. هلا هو عم بيراجع موقفه وتصرفاته، وعم بيستوعب إنه وجودك بحياته هو مو أمر مضمون أبدا. بلش يفهم إنه الاحترام والتقدير مو خيارات، لا، هن الأساس أي علاقة صحية. صار عنده وعي أكبر بقيمتك وبالمكان اللي كنتي محتليتيها بحياته. يمكن لأول مرة عم يدرك قديه كان وجودك داعم ومهم، وقديه غياب هيدي الطاقة خلاه يحس بالفرق. هيدا الشخص ما عاد شايفك كشخص رح يضل موجود مهما صار، بالعكس، صار يعرف إنه إذا بده يحافظ على مكانه بحياتك لازم يكون واضح بشكل جدي ويحترم حدودك ومشاعرك. انت ما عم تبعدي لأنك قاسية، انت بس عم تختاري نفسك وعم بتذكري الكل إنه قيمتك ما بتنقاس بقد ايه بتعطي، لا، بتنقاس بقد ايه بتعرفي تحافظي على طاقتك وكرامتك. خلينا نشوف شو الخطوة اللي جاية اللي ناوي ياخدها، وهل حيبادر بالتواصل أو يضل ساكت. أنا شايفة إنه في تواصل جاي بينك وبينه بالفترة اللي جاية، وفي احتمال كبير إنه هيدا الشخص يفتح قلبه ويحكي بصراحة عن تأثير غيابك عليه. طيب خلينا نشوف طبيعة هيدا التواصل.
وشو الكلام اللي نفسه يقلك إياه. ممكن يعبر لك عن قد إيه حس بالفرق بعد ما سحبتي حالك وخففتي اهتمامك، ويحكي لك كيف غيابك خلاه يعيد التفكير بكل اللي صار بينك وبينه. رح يعترف إنه ابتعادك وعدم وجودك مثل قبل أثر عليه أكتر ما كان متوقع، وإنه هيدا التغيير بطريقتك خلاه يواجه مشاعره الحقيقية ويفهم كمان وجودك بحياته وقيمة هيدا الوجود. كمان في مؤشر إنه هيدا الشخص رح يبلش يغير تصرفاته بشكل عملي، مو بس بالكلام. ممكن تلاحظي منه اهتمام أكتر، تواصل أوضح، محاولات جدية ليكون موجود بحياتك بشكل ثابت ومستمر. حيبلش يتحمل مسؤولية أفعاله السابقة ويعترف بالأخطاء أو التقصير اللي صار، لأنه صار مستوعب أنه بعد تصرفاته كانت السبب بوصولكم لهي النقطة. التغيير اللي عملتيه مؤخرا ووضعك لحدود أوضح كان بمثابة درس قوي إله، خلاه يفهم أنه العلاقات ما بتستمر من طرف واحد، وأنه وجودك بحياته مش شي مضمون. آخر سؤال، وهو السؤال الأهم: هل هذا التغيير رح يكون حقيقي ومستمر ولا مجرد ردة فعل مؤقتة خوفا من خسارتك؟ بنفس الوقت خليكي متذكرة أنه القيمة الحقيقية لأي اعتراف أو أي وعد مو بالكلام، إنما بالأفعال والاستمرارية. راقبي إذا التغيير رح يفرجيكي إياه ثابت وحقيقي مع الوقت، لأن الأفعال هي اللي بتثبت النوايا مو الكلمات. وتذكري دايما أنه هيدي القراءة إجت لتعطيكي إشارة وتساعدك تشوفي الصورة بوضوح، مو لتخليكي تربطي سعادتك وقراراتك بشخص تاني. نصيحتي إلك اليوم: خليكي متمسكة بحدودك وما ترجعي تعطي نفس الطاقة إلا للي بيقدر وجودك وبيثبت الطاقة بأفعاله قبل كلامه. الحب الحقيقي ما بيخليكي تركضي ورا، الحب الحقيقي بيخليكي حاسي بالأمان والتقدير. رددي معي هيدا التوكيد: أنا بعرف قيمتي وبستحق حب صادق، وكل شي إلي رح يلاقيني بالوقت المناسب. إذا حسيتي إنه هيدي الرسالة لمست قلبك اكتبيلي بالتعليقات بعرف قيمتي، حتى تثبتي طاقتك وتفعلي نية استقبال كل شي بيشبهك. ولا تنسي تعملي لايك وشير للفيديو، لأنه التفاعل بيساعد بوصول الرسالة للشخص المناسب، وبيساهم إنه تثبتي طاقتك أنت مع القراءة. وإذا حابة تعرفي قراءة خاصة أو تفاصيل أكثر عن وضعك الخاص أو تاخدي رسالة أدق لحالتك، فيك تحجزي قراءة خاصة من خلال الرابط الموجودة بالبايو. بحبكن كتير وبشوفكن بالقراءة الجاية.